ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي أبو مصعب. صدقة الفطر كما لا تخفى عليك فريضة على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، ولو كان فقيرا، حتى الغني والفقير. فالفقير الذي يملك قوت يومه وليلته يعني يحبسه، والزائد يعني يتصدق به. ذلك أن صدقة الفطر ليست صدقة مال، وإنما صدقة الفطر إنما هي صدقة بدن. فالفقير بدن، ولذا أوجب عليه الشرع صدقة. والأصل في الصدقة أن تكون من جنسها. والصدقة الفطر بارك الله فيك يعني على مذهب الأئمة الأربعة لابد من إخراجها طعاما لا نقدا. وزاد الإمام أبو حنيفة فقال لو أخرجها نقدا لأجزاء. وأما الأئمة الثلاثة فيقولون لا يجوز أن تخرج إلا طعاما، ولا يجوز أن يلجأ للنقد إلا في صور ضيقة، وهذه الصور في تقديري محصورة في أشياء يسيرة أنبه عليها بعد قليل. فصدقة الفطر هي بمثابة الأضحية بالنسبة للعيدين. فصدقة الفطر بالنسبة إلى عيد الأضحى بالنسبة إلى عيد الفطر كالأضحية بالنسبة إلى عيد الأضحى. فلا يجوز لإنسان يقول الفقير بحاجة لمال، ولا يجوز، ويجوز إخراجها بدل الأضحية مالا. كذلك صدقة الفطر، والأصل في صدقة الفطر أن تورث. والأصل في الإنسان، وهذا من باب تعظيم شعائر الله، أن يحضر الطعام وأن يكيل لا يزن. فالأصل في صدقة الفطر أنها صاع، والصاع يعني 4 حفنات من بقامة الرجل المتوسط. ولذا لا يمكن أن تضبط صدقة الفطر بالوزن، فوزنها يختلف باختلاف أجناسها. والأصل فيها أن تكون من الصدقة التي يعني من قوت البلد. الأصل فيها أن تكون من قوت البلد، والأصل أن تكون طعاما، وهذا الطعام مدخرا. طعام مدخر يبقى ولا يفسد إذا بقي في خارج الثلاجة. فاللحم والدجاج وما يفسد فهذا لا يصلح أن يكون صدقة فطر. وكذا مكملات الأطعمة الأحسن اجتنابها كزيت الزيتون وما شابه. فالأصل في الصدقة أن تكون طعام للمساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أوجبها ذكر حكمتها، وذكر حكمتها في أمرين: الأمر الأول طعم للمساكين، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر طهرة للصائمين. طهرة للصائم. الصائم يحتاج إلى شيء يكفر عنه زلله وخلله وما وقع فيه من زلل، فأتت صدقة الفطر لذلك. ولذا كلما كانت صدقة الفطر متأخرة كانت أحسن. فأحسن أوقاتها أن تكون ليلة العيد. ورخص بعض السلف أن تخرج قبل ذلك بيومين أو 3. ونظرا لما يجري اليوم من هذه الجائحة والجوعة حظر، ويمكن أن يكون العيد السبت أو الأحد. فالأحسن أن تخرج ليلة الخميس، يوم الخميس، أن تخرج صدقة الفطر يوم الخميس، وهو آخر وقت، وهذا وقت مأذون بالتقديم فيه بيومين أو 3، كما ورد في الآثار الصحيحة عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. موضوع إخراج صدقة الفطر نقدا للضرورة جائز. والضرورة تحصر في أمرين في نظري: الأمر الأول ألا نجد طعاما، وليست الصورة التي نحن فيها الآن الطعام موجود، بل الآن الناس يحتاجون وهم محبوسون في بيوتهم لا يستفيدون من المال. استفادتهم من الطعام أحسن وأبلغ. فأولا بارك الله فيك صورة أن لا نوجد طعام. الصورة الثانية أن ينسى وأن يذهل الإنسان صدقة الفطر فلا يتذكرها إلا وهو في المصلى قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة، فيقول يعني ينتبه أنه ما أخرج صدقة الفطر، في جيبه مال، أمامه فقير، نظر حواليه وجد فقيرا، فالآن يخرجها نقدا، ولا حرج في هذه الصورة. أما أن نتوسع بالطريقة التي يعني سألت عنها
نخرجها يعني نقدا والأصل فيها الطعام، فهذا توسع ليس بصحيح. ثم بارك الله فيك، أذكر أخيرا بكلمة في ما درج عليه السلف وبوب لذلك وكيع في كتابه الزهد، وهناد بن السري شيخ الإمام الترمذي في كتابه الزهد أيضا، أنهم كانوا يتصدقون مما يحبون. والله يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعلى حبه للعلماء تفسيران: الأول على حب الله، وإن كان الله جل في علاه لم يذكر، وعود الضمير على ما لا يذكر له شواهد كثيرة في اللغة العربية. ومنهم من أجرى الآية على ظاهرها: ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام، فكانوا يتصدقون بما يحبون. فمن يسر الله له، فالفقير كما يحتاج إلى مال يحتاج أن يأكل في يوم العيد هو وأولاده شيء يفرحون به، فيمكن أن تقدم أقط وهو الجميل، أو أرز وطعام طيب، ويمكن أن يزاد عليه صدقة غير صدقة الفطر. بعد أن يعني أخرجنا صدقة الفطر، يوضع معها دجاج أو لحم أو ما شابه، فيأكلون مما تأكل، فتطعم مما تحب من الطعام. فهذا أمر حسن، وهذا أمر يعني يجبر كسر قلب الفقير والمسكين. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.